محافظة درعا وريفها من تطورات، أبو أحمد الحوراني. مساء الخير أبو أحمد. مساء الخير أخي الكريم لكم ولكل مستمعين راديو أنا. أهلا بك أبو أحمد. على ما يبدو أن يعني قصف متجدد للنظام مستديم على قرى وبلدات ريف درعا. أريد أن تحدثنا عن هذه التطورات وما الجديد فيما يخص المعارك. نعم أخي الكريم، بداية الرحمة لشهدائنا والحرية لمعتقلينا والشفاء العاجل والنصر لثورتنا المباركة بإذن الله تعالى. طبعا أخي الكريم، يوم أمس قامت قوات النظام بشن هجمة شرسة على بلدة اليادودة في منتصف ليلة أمس، واستمرت طوال ساعة الليل، وقامت بها بقصف البلدة بالمدفعية الثقيلة وأيضا بعربات الشلكة، وأيضا في ظل محاولة لقوات النظام باقتحام هذه البلدة من الجهة الشرقية بمحاولة تسلل لقوات النظام، لكن كان الجيش السوري الحر لهم بالمرصاد وقام بالتصدي لهذه المحاولة. أيضا في حين اليوم تجددت هذه الهجمة الشرسة على ريف محافظة درعا بالبراميل المتفجرة التي استهدفت بها كل من درعا نعم. البلد، أحياء درعا البلد المحررة وبلدة بصرى الشام بريف محافظة درعا الشرقي، كما استهدفت أيضا الشيخ مسكين، ابطع، انخل، الفقيع، تلعن، ترعى، تمان. أيضا أخي الكريم استهدفت بالغارات الجوية الشيخ مسكين وابطع وأيضا بلدة انخل. أدى هذا لسقوط عدد من الجرحى في انخل وابطع بريف محافظة درعا جرار